السلام عليكم. معاكم سلوى محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله بفضل الله هنعمل ليفت المخلل. ما شاء الله اللهم بارك. بعد 5 ايام او 7 ايام بالكتير هتفتحيه هتاكلي ما شاء الله احلى ليفت ما شاء الله اللهم بارك. وكفايه لون الميه بتاعته ما شاء الله الوردي الجميل اللي تفتح النفس. ورمضان على ابواب، وكل عام وانتم بخير، وكلنا محتاجين حاجه نخللها، وخصوصا ان محدش خلل حاجه وملحقش الزيتون يخلل او خيار او حاجه يخلل لفت، وحاجه على قد الايد متناول اي حد ممكن يعمله، ومفهوش اي افتكاسه، يعني تخليله سهل. لو اول مره تشوفوني فضلا وليس امرا اشتركوا في قناتي وتدوسوا على زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد، واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميله. وقبل ما نبتدي نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. هنجيب حوالي 2 كيلو لفت زي ما انتم شايفين كده. هنغسلهم كويس وننقعهم كذا مرة في المية، ونغسلهم بالفرشة بتاعة الخضار او الليفة اللي انت عاملاها لحد ما يبقى زي الفل كده زي ما انتم شايفين. انا متخلصه من العروق. لو انت بتحبي العروق تخلليها، اغسليها كويس بردك وقطعيها. ايه هتخلي تقطعيها مع اللفت عادي وتخلليها. تمام. وهنجيب بنجرية كبيرة زي ما انتم شايفين ونستخدمها. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، هنبشرها او نقطعها حسب رغبتك. عايزه اقول لكم حاجه، لما تيجي تشتري اللفت تشتري اللفتايه اللي هي ولا كبيره قوي ولا تكون ايه وسط، الوسط او الصغيره، وتكون ناشفه عشان ما تبقاش مخوخه من جوه. ماشي، دي اهم حاجه وانت بتشتري اللفت. تمام. بعد كده هجيبه بقى اقطع اللفت بتاعي، هقشر الحته اللي فوق ديت، يعني بيبقى فيها شعيرات ما بنخلصش منها واحنا بنغسله، فلازم نقشرها. لو انت عايزه تقشري اللفتايه كلها قشريها، لكن انا بحب الحته الحمراء دي اسيبها. فدي حاجه حسب رغبتك انت، اما تقشريها خالص لا اما تسيبيها. بس اهم حاجه الحته اللي فوق دي اللي كلها شعر لازم ايه نقشرها. تمام. ونقطعها بقى ايه على البلانشة كده او على ايدينا زي ما انت حابة. ماشي بقى، تقطعيها مكعبات مربعات، تقطعيها صوابع زي البطاطس كده بتاعت البطاطس المحمرة، بس هتطخنيها طبعا. ولو عندك سكينة مشرشرة يبقى افضل، يبقى حتى منظره افضل وشكله افضل. اهي انا اقطعه بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين اهو. وطبعا قلت لكم زي ما قلت لكم لو معاكي عروق هت هتحطيها، تكوني غسلاها كويس بردك ونقعها كويس، تحطيها في البرطمانات مع الليفت ايه تتخلي. يعني لو انت بتحب العروق المخلله بتاعت الليفت. تمام. مش حابه خلاص هتتخلصي منها زي ما انا عملت. تمام. اهو قطعنا دي الكميه ديت اهي، وهنكمل بقى بقيه الكميه. اللهم بارك. تمام. خلاص ما بقى يعني هي دي. وبعد كده ايه، خلصنا بعد كده البنجرايه بقى، لا اما زي ما قلت لكم هقطعها زي الليفت كده بالظبط نفس التقطيع، او هبشرها بالمبشره اهي. هي بردك مغسوله كويس ومنقوعه، ولا اما هقطعها لا اما هبشرها بالمبشره، وانا هبشرها بالمبشره لما تقطعيها زي الليفت او تبشريها. اهو انا بشرت البنجرايه اهي، والليفت كملت تقطيعه زي الفل اهو ما شاء الله. طبعا الكميه دي انا شايفاها مش مناسبه صغيره، فطبعا ضعف الكميه. ولاني ما شاء الله في رمضان 2 كيلو دول مش هيكفوا حاجه، فضعف الكميه اجيب 4 كيلو 6 كيلو بقى اللي انت عايزاه اللهم بارك حسب عدد افراد الاسره. وبعد كده هنعمل المحلول الملحي. المحلول الملحي بتاعنا اما تجيبي ميه من الفلتر او ميه من الحنفيه عادي، يعني مش ضروري نغلي الميه. تمام. وتلت كوباية ملح، تلت كوباية ملح يعني ما يعد 4 معالق ملح. لو انت عايزة مريض الضغط ولا حاجة ربنا يعافينا ويعافيكم، فحطي 3 معالق ملح كفاية، والليفت هيتخلل كويس مش هيحصل له اي مشكلة برضه. وتلت كوباية خل، يعني محلول الملح بتاعه ما فيهوش اي افتكاسة. تلت ملح وتلت خل، و4 كوبايات ميه. ان كل لتر عليه 4 كوبايات ميه. كل لتر اللي هو 4 كوبايات ميه عليه تلت كوبايه خل وتلت كوبايه ملح. والتلت كوبايه ملح 4 معالق ملح، ممكن تقللهم ل3 معالق لو عايزه تقلل الملح شويه. وهنحط معلقه سكر ما جاتش في التصوير عشان اللي بتحافظ لي على قرشه اللفت وتخليه يعيش وما يطرش مني. تمام. وما قلت لكم اعملوا ميه من الحنفيه عادي عشان هو مش هيطول الليفت، يعني هنخلصه على طول، مفيش داعي بقى نتعب نفسنا وكده. اما ميه فلتر او ميه حنفيه. وهنعبي البرطمانات بتاعتنا بالليفت، وبعد كده هنحط عليها المحلول الملحي بتاعنا. اللهم بارك. ما شاء الله اللهم بارك. هيفيد منه كمان ال4 كوبايات اللي انا عملتهم دول، اللتر ميه يعني فاض منهم كمان. اللتر ميه ده عباره عن 4 كوبايات، الكوبايه الستاندر موجوده في كل بيت.
دي اللي هي 250 مللي ديت. تمام. بعد كده هجيب كيس تلاجة واقصه واخد منه على قد غطا البرطمان، او لو عندك الاسترتش بتاع الاطباق ده ممكن تحطيه. ما شاء الله اللهم بارك اهو، ما شاء الله خليت الليفتي مش يتاكل، اللي هو لسه معمول اهو يتاكل ما شاء الله من منظره، شكله تحفة وطعمه تحفة والله. لكن احنا ان شاء الله هنصبر ال5 ايام زي ما انا صبرت كده، وهنفتحه او 7 ايام بالكتير. وبعد كده لكن انت بقى لو هتشيليه على رمضان يبقى خلاص اللهم بارك، شيليه اللهم بارك وافتحيه على رمضان. بس زودي الكميه لانه مش هتكفي ال2 كيلو دول. انا هعمل كميه تانية ان شاء الله غير الفيديو، وباذن الله اللهم بارك. بس حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اهم حاجه الدعوه الحلوه. آه وال واللي ما اشتركش في القناه يشترك، واللايك الجميل وتعليقاتكم الجميله، وتصلوا على سيدنا محمد وتشيروا لحبايبكم واصحابكم. وبحبكم في الله، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.